عسلامة ومرحبا بكم في فيديو جديد ومع ريسيت جديدة. اللهم صلي وسلم وبارك على سيدنا محمد. صلوا على سيد النبي تربحوا. كما قاعدين تشوفوا ان شاء الله عيدكم مبروك قبل كل شيء وربي يحييكم الامثال وسنين ديما. الفيديو متاعنا اليوم بنة تونسية زمنية من قاع الخابية، كسكسي بالدوارة ولا كما نقولوا احنا كسكسي بالعصبين مع قرينات فلفل مقليين. ما شاء الله بنة على بنة، والطريقة أسهل منها ما فماش. أنا باش نوريكم الطريقة اللي علمتها لي أمي، طريقة زمنية، وجربوا وتفكروني في البنة. أما قبل هذيك اقعدوا معايا لآخر الفيديو توا تعرفوا التفاصيل الكل. وكالعادة والعوايد والله لا تقطعنا عادة، ما تنسوش باش تشجعوني تحطوا لي لايك، تشتركوا في القناة وتبارطاجيو الفيديو مع الأصحاب والعائلة. وتوا خلينا ننتقلوا مع بعضنا ونشوفوا المكونات متاعنا. اول حاجه عنا العصبين. انا المره هذه في الكسكسي باش نعمل عصبينه الرداء، الكميه تاخو على قد عدد افراد العائله. بالنسبه زيدا للخضره اللي باش نستحقوها، عنا قرينه فلفل باش نقليوهم، القراع الاحمر، عنا 3 كعبة بطاطا و3 بصلات، عنا زيدا الحمص منفخ، زوز مغارف كبار طماطم معجونه، كيس زيت زيتونه، وعنا الكسكسي متاعنا اللي باش نطيبوا بيه. انا نستعمل ديما الرقيق. توا الفواح متاعنا باش يكون عباره على مغرفه كبيره فلفل احمر، مغرفه كبيره كركم، نصف مغرفه كبيره فلفل اكحل، نصف مغرفه كبيره شوش ورد، ونصف مغرفه كبيره ملح. هذه المكونات متاعنا بسيطه على الاخر، موجوده في كل دار وما تتكلفش كيما عودتكم. كما وريتكم توا هذه العصبين متاع الرداء. اول حاجه نعملوها باش نبداو نقبوا فيها هكايا كعبه العصبين متاعنا. علاش؟ باش العصبينه في الوسط المرق كي تبدا تطيب راهو لازمها تتنفس، وباش ما تتفلق لكمش هاكا انتوما نقبوها بالبرا عادي. حاجه اخرى نخليوها هذيك على جنب ونمشيو نبداو بالحاجات اللي ياخذونا اكثر وقت. باش نعملوا الحمص انا باش نطيبه وحده، ناخذوا شويه ماء في الكاسرول ونصبوا فيه الحمص متاعنا المنفخ. كان انتم شاريين الحمص شاريينه ماهوش منفخ هاكا قبل بليله نفخوه، ومن بعديك نعملوا عليه عصره قارص ونرميو الشطر نتاع كعبه القارص ونخليوه يطيب على نار هاديه. توا ندخلوا ديريكت في الصوص نتاعنا نتاع الكسكسي. حطيت شويه ماء نخليوه حتى لين يولي يغلي. وقت اللي يغلي الماء نحطوا الفواح نتاعنا اللي وريت لكم اول الفيديو، وكالزوز مغارف كبار طماطم، نحركوهم مع بعضهم في الماء. وشنو باش نعملوا؟ ناخذوا كعبة العصبين متاعنا وباش نبداو نحطوا فيهم. الطريقه هذه راهي سهله على الاخر، بالحق جربوها. بسيطه برشا بسهولة تمام. ما تخليكش هكا تقعد تعب هكا وانت تطيب ولا ويهكا تقول كسكسي صعيب كيف باش نطيب كسكسي بالعصبين انا وحدي. لا سهله على الاخر الحكايه. جربوها وتفكروني، حتى اللي معرسين جدد جربوها وتفكروني، تقولوا لي يرحم والديك جدوا على هالطريقه. باهي كما شفتوا حطينا العصبين. الماء لازم حتى اذا كان حسيتوا اللي العصبين طالع الفوق هكا ومش مغطي زيدوا شويه ماء، خليوه يتغطى بالكدا ويقعد يطيب. وتوا باش نمشيو نبلو الكسكسي متاعنا. بالنسبه للكسكسي كما وريتكم انا راني نستعمل الكسكسي الرقيق. تنجموا انتم تستعملوا اي نوع نتاع كسكسي عندكم، كسوا كسكسي ديري والا اي نوع كسكسي اخر تشريوه. ديما نقول لكم على حسب العائله نتاعكم شنو تحب. اول حاجه باش ناخذوا شويه ماء عادي من السبيله بارد، نبداو هكايا نبخوا في الكسكسي نتاعنا هذيك الكل حتى لين يتبل حبه تتبل لنا. ومن بعد بالوقت ناخذوا زيت زيتونه نصبوا هكايا ما يعادل كاس نتاع زيت زيتونه، ونبداو نحركوا فيه بين يدينا باش نحيو الكعابر الصغيرات هذومك نتاع الكسكسي، والكل يتبل لنا بالزيت. خليوها على جنب. تويك العصبين متاعنا اموره واضحه. زدنا له اذا كان نقص لكم الماء زيدوا له شويه ماء مرقوه، هو يهز الغليه وانت ترمي الخضره اللي هي القرع والبطاطا والبصل. انا عملته سامبل على الاخر المره هذيا صيفي كما نقولوا احنا. نخليوك الخضره متاعنا تطيب والعصبين زيد يكمل الطيب متاعو. وباش نقفلوا بالوقت على الكسكسي، باش نصبوا الكسكسي في الكسكيس ونخليوه حتى لين هو من الفوق يتفور الكسكسي، وفي نفس الوقت الخضره متاعنا والعصبين من اللوطه في المقفول يطيبوا. ملاحظه صغيره نعطيه لكم بالنسبه للحمص، هو قريب يطيب وانتم شنو تعملوا؟ تحطوا له شويه ملح في الاخر بالكل، تحطوا له الملح. به
شوفوا لي تويكا بسم الله ما شاء الله على البنة والله بنة باللي نحكي لكم، حسيلو بنة عالمية، جربوها وتفكروني. ملاحظة حبيت نعطيها لكم، راني ما حبيتش نقعد نسقي قدامكم هكايا في الكسك الكل خاطر سهلة على الاخر باش تسقي هكا كسكسي وكل سهلة. الفايدة كلها فيك الباز الاولاني كيفاش تطيبها الدوارة. ونصيحة مني ليكم اللي تلقاهم معرسين جدد، خاطر برشا تلقاهم بنات هكا معرسين جدد تبدا تخاف لك على الاخر وتوهك تقول لك كيفاش انا باش نطيب كسكسي هكايا صعيب نحسوه هكا. اما بالحق من اسهل ما يكون، اسهل حاجه في الماكله انه انت تطيب كسكسي، على خاطر كل شيء ترميه في المرق وتخليه يطيب على روحه، تقفل الكسكسي وبعديك هكا وكل شيء طاب، يعني ما تقعدش ماشيه جايه عليه ويتعبك وكل الحكايات هذوما. دونك ننصحكم جربوه ان شاء الله تكون الطريقه عجبتكم، طريقتي وطريقه امي بالطبيعه خاطر انا خليتها على امي الطريقه هذه، وان شاء الله بقدرة ربي تجربوا هالطريقه وتبعثوا لي في لي كومنتير في الجروب نتاعي تعلمي وعلمي فنون الطبخ، الانستغرام نتاعي ويلي دلندا والفيسبوك ويلي دلندا. مره اخرى ان شاء الله عيدكم مبروك وان شاء الله سنين ديما وان شاء الله ربي يتقبل منكم الاعمال الصالحه. نحبكم برشا 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 برشا، ملتقانا في فيديو جديد ومع رسالة جديده، وراني نحبكم برشا. باي باي.